اهلا بكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي نحسب كميات اعمال التطهير لو احنا عندنا طريق والطريق ده بيمر بمنطقة زراعية. تمام، انت بتعمل شبكية عادي خالص. بعد كده بنضطر ان احنا نعمل عملية تطهير، بنشيل الطبقة الاولى من التربة حوالي 40 سنتي 50 سنتي عشان خاطر المخلفات الزراعية. تمام، ونبدأ بعد كده ننزل بالتربة الجديدة بتاعتنا حسب التصميم عندنا. طيب انا هفترض ان انا معايا الترفس الخاص بمين بطريقة عندي، يعني بصيغة XML، وهقول لكم ازاي برضو نطلع الملف ده بالاسلوب ده. خلينا بس نجيب اي ترفس عبارة عن مسار مثلا، واقول له اوبن، اقول له اوكي. ده عندي كده ترفس. طبعا الترفس ده فيه مناطق ارتفاعات وانخفاضات، يعني هنا واضح جدا ارتفاع وانخفاض كبير جدا. فالموضوع هنا يعني احنا ممكن نلتزم، ممكن ناخد بس ايه المنطقة دي من هنا لهنا ونشتغل بيها عادي خالص، او نتعامل على السيرفس كله. ولكن بس الهدف مننا ان احنا نفهم الامر، نفهم ازاي نعملها. طيب انت عندك الترفس ده اسمه ايه؟ اسمه اللي هنا NGL. تمام كده. طيب انا عاوز اعمل ترفس تاني من نفس الترفس ده. انا دلوقتي ما ضفتش نقط ولا عملت بوينت جروب ولا عملت اي حاجه، انا بس عندي ترفس وعايز اعمل ترفس تاني ينزل بفرق 50 سنتي من نفس الترفس اللي موجود عندنا. طيب كل اللي انا هعمله اروح اكريت ترفس جديد، كريت ترفس، وهديله اسم وليكن NGL، يعني انا هسميه NGL واقول له ماينس 50 سنتي. تمام كده، واقول له اوكي. ادي الترفس عندي. تمام، الديفينيشن. طب انا هعرف الترفس ده من ايه؟ كل ما قلنا لك انا هروح على ايديت، كليك يمين واقول له بيت ترفس، واضغط على اسم الترفس اللي عندي ده اللي هو مش مفيش غيره اصلا في اللوحه، واقول له اوكي. كده انا اصبح عندي 2 ترفس في اللوحه. ادي اول واحد سيلكت، وادي تاني واحد اللي هو الاصل اللي عندي، واقول له سيلكت. لو عملت زوم ورحت وقفت على اي مكان هنا كده هيظهر لي ان في 2 سيرفس، كل سيرفس باسمه والمنسوب بتاعه. تمام. طيب انا هروح اخد الترفس اللي انا عملته جديد، اقول له سيلكت، واجي على ايديت ترفس واروح مختار ريز ولور، بحيث ان انا انزل بالترفس كله بمناسيب كلها من NGL، انزل قيمه 50 سم، اقول له ماينس 50 سم. تمام، واروح قايل له انتر. لو تلاحظوا هتلاقي هنا واضح الترفس القديم مع الجديد. لما اجرب بقى هي اقف هنا كده في اي مكان واقف بس كده، مش هختار، مش هعمل حاجه، هيجيب لك ان NGL اللي هو فوق اللي هو الاصلي منسوبه 124 متر و76. تمام، اللي ينزل تحت 124 متر ولكن و26، فرق 50 سم من الاثنين. طبعا الترفس كله نزل 50 سم. تمام كده، جميل. طيب نحسب بقى الكميات اللي اتعمل لها تطهير دي بقى كام، نعرف ان هي كام بقى. الموضوع بسيط خالص، هنروح نكري الترفس تاني، كليك يمين على كرييت ترفس، وهنا هنختار تان فوليوم سيرفيس، وهكتب هنا اسم السيرفيس وليكن توتال عادي، توتال حساب الكميات النهائية. وانزل هنا على البيت ترفس. البيت ترفس عندي هنا مين؟ الارض الطبيعية الاساسية اللي هو NGL. طبعا الكميات كلها اصلا هتطلع كت، يعني كل الكميات تطلع كت. وهنا الكومبريشن ترفس اللي هو الماينس 50 سم، واقول له اوكي. اوكي، طبعا كده كل الكميات تم حسابها. تمام، اصبح في سيرفيس خاص بالكميات اهو. طيب الكميات احنا عاوزين نعرف طلعت كام. انا بكل ممكن اروح اجيبه من التول بوكس، واروح على ريبورت مانجر، واروح على الترفس، واختار هنا سيرفيس ريبورت، واقول له كليك يمين اكسبيوت. طبعا هنا مفيش غير 3 سيرفيس في اللوحه، انا هطلعهم كلهم الثلاثه مع بعض. مكان السيف بتاعنا اقول له سيف، انا طبعا عندي ريبورت زيه. هو اول ما بيتحفظ بيروح طالع لك على طول في الملف كPDF. هو طبعا هياخد وقت لانه البرنامج اللوحه بس بتحمل. اول ما اخلص راح فاتح على طول اللوحه زي ما احنا شايفين كده. عندي ترفس NGL. تمام،
يقول لي الاريا بتاعتك 2 دي، البيانات بتاعت كل سيرفيس عموما 2 دي و3 دي، واقل منسوب واعلى منسوب. هنا عذرا هنا الفيجن ماكس اعلى منسوب واقل منسوب. تمام، بصوا فرق المناسيب هنا قد ايه. عشان كده كنت بقول هنا في ارتفاعات وانخفاضات كبيره جدا. والسيرفيس الجديد اللي هو الان جي ال ماينس 50 سم برضو الاريا 2 دي و3 دي، واعلى منسوب واقل منسوب، وعدد النقط في السيرفيس وعدد المثلثات في السيرفيس. كل ده انا مش محتاجه، انا محتاج اهم حاجه عندي ايه؟ السيرفيس فوليوم. تمام، الفوليوم سيرفيس توتال، اسم السيرفيس اللي عندك. بصوا هنا كده بقى الفوليوم كات، الفيل هنا زيرو مفيش، احنا عملنا تطهير. طيب الكميه كلها كام؟ 249329 متر مكعب. دي كده كميه مين؟ دي كده كميه الكميه الكليه لمين؟ لاعمال التطهير. طيب فرضا انت لو شغال والله في يعني مثلا المنطقه اللي فيها ارتفاع وانخفاض دي كده، انا ممكن اعمل ريكتانجل كده مثلا واخد بس كده المنطقه دي. انا عايز احسب الكميات، وانا بحسب الكميات اخصم الكميه اللي هنا دي، يعني الكميات دي كلها انا مش عايزها تطلع. والله برضو ممكن اخد بس اخلي الموضوع يبقى منظم شويه، ما يبقاش عشوائي كده. يعني ممكن نعمل بس من هنا لهنا. خلاص انا مش محتاج كل ده، انا بس ايه هعمل من ده كده واقول له لاين لحد هنا مثلا، وده كده لحد هنا. يعني اللي احنا بس احنا عارفين ايه هي الكميات اللي هيتم تخصمها. انت كده كده بيبقى معاك حدود الكميات بتاعتك. تمام كده، احنا بس بنفترض وراح اعمل لها جوين. اوكي طيب اختار اي سيرفيس، يعني انا اختار السيرفيس اللي هو اللي احنا نزلناه 50 سم، كليك يمين واقول له سيلكت، والمره دي هروح على اد داتا واقول له باوندري. وهنا لا مش باوندري، اسف بريك، احنا اخترنا بريك لاين، لا احنا هنختار باوندري. ونيجي هنا نقول له هايد ونقول له اوكي. هنختار بس ايه الجزء ده ونقول له انتر. كده ايه اللي حصل؟ ان السيرفيس زي ما هو، ولكن تم اخفاء الجزء ده. ولو تلاحظوا هنا كمان سيرفيس الكميات قال لك ان في تغيير حصل. مجرد ما هعمل له ريبيلد اوتوماتيك هيطلع لي يعني هيحسب كميات من جديد. طيب خلينا نشوف الكميات بتاعتنا كام. برضه سيرفيس ريبورت اكتبيوت، هنتعمد برضه انه يطلع كل حاجه عشان برضه نشوف بنفسنا. احنا بس هنديله اسم مختلف ونقول له سيف. هيفتح معانا برضه، يعني هياخد وقته وهيحمل برضه، هيفتح اللوحه لوحدها، يعني الريبورت لوحده زي ده كده. اهو فتح اوتوماتيك. نعمل زوم الان جي ال زي ما هو، ننزل تحت. لو رحنا بصينا الاريا 2 دي، تمام، وبصينا على الرقم ده وبصينا على الرقم ده، شايفين فرق النص حرفيا. تمام كده، فننزل بقى نشوف الكميات الجديده اللي احنا طلعناها دي. هنيجي هنا نلاقيها كام؟ 141,000 بدل ما هي كانت كام؟ 249,000. شايفين؟ فانت كده ممكن تخصم كميه او تحسب الكميه دي بس. يعني انت ممكن تحسب الكميه دي بس وتخصم دي كلها. فاهمين قصدي ايه؟ ده كده ازاي تعمل الموضوع ده. لو جيت عملت زوم بقى كده على المكان ده اهو، احنا هنا في 3 سيرفيس، الان جي ال الاصلي، الان جي ال ماينس 50، والتوتال اللي هو سيرفيس حساب الكميات، وموضح لك ان في فرق في المنسوب 50 سم. تمام كده، وشكرا والسلام عليكم.